الشهيد طارق علاء رشيد الفيلي. ولد الشهيد طارق علاء رشيد في عام 1955 ببغداد. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بتفوق، وتخرج من كلية الإدارة والاقتصاد، وعمل في مجال اختصاصه. في عام 1980 اعتقل الشهيد طارق من قبل النظام البعثي السابق بعد أن هجرت عائلته وصودرت جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة. كان ذوو الشهيد يزورونه في المعتقلات حتى عام 1986، وبعد ذلك انقطعت أخباره ولم يعرفوا خبر استشهاده إلى ما بعد سقوط نظام البعث عام 2003، حيث ظهر اسمه ضمن قوائم الشهداء المعدومين في المقابر الجماعية.